السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هعمل كفتة الفراخ المشوية مع رز المطاعم. الكفتة من صدور الفراخ. أنا عاملة الكفتة والطريقة كنت عاملاها قبل كده على القناة، وكنت عيناها في الفريزر، فالنهاردة طلعتها من الفريزر وهنشوف هنسويها ازاي مع رز المطاعم. عندي صينية على النار فيها مادة دهنية زيت على سمن. بحط قليل جدا من الملح، رشة ملح قليلة، والسبب ان انا لما اجي احمر اي حاجة ما تلزقش في الصينية وتكون سهل. بعد كده الزيت، حاطة مادة دهنية زيت على سمن، ابدأ اسوي الكفتة. احمرت وقلبتها واحمرت من جميع الجهات، هنشيلها من الطاسة. شلت الكفتة في نفس الطاسة، بنزل بالبصلة اشوحها، انزل بالملح والفلفل وجنزبيل، احط البهارات الجافة اللي هي حبهان وقرنفل وورق الغار، وعود من القرفة ولومي ومستكة وكركم. احطها البهارات الجافة مع الكركم ويتشوح مع البصل. انزل بالرز البسمتي، ياخد له تشويحتين ويتحمص عشان يبقى مفلفل وكويس. الرز خد تشويحتين. انزل بالميه او بالشوربه، لكل كوبايه رز كوبايتين، لا اما ميه او شوربه. انا عندي شوربه، والشوربه اهيت مغليه عشان تساعد على سرعه التسويه. اخر حاجه بنزل بنص معلقه زعفران. الرز بيغلي هوطي عليه وان شاء الله يستوي ونشوف هنعمل ايه. الرز شرب ميته، ياخد تقليبه، وبعد كده ارص الكفته عليه تكمل تسويتها. حطينا الكفته، هنغطي عليها والنار يا دوبك ضعيفه جدا يكمل التسويه، وان شاء الله نشوف التقديم. الرز والكفته استوت، بجيب طبق وبحطه طبق صيني، وعامله انا حته فحمه جمره بطفي عليها وبحطها في قلب الطبق بالشكل ده، وانزل بنقطة زيت واغطي عليها تديني ريحة الشاي. وده شكل طبق كفتة الفراخ المشوية مع رز المطاعم. طبعا جميل جدا، الطعم جميل. لو انا اشتريته من بره هيكون سعره بكام؟ طبعا اقتصاد نعمة طبعا والنظافة. فالافضل طبعا ان احنا نعمل الاصناف في البيت عشان النظافة. والسلام عليكم ورحمة الله.